ازيك يا عم طه؟ ازيك يا عبد ولدي؟ ايه الاخبار؟ ايه يا عم نقعد كل سنه وانت طيب؟ انت طيب؟ صايم ولا؟ تمام الحمد لله. ربنا يتم عليك نعمه يا ولد. ايه امال ليه سايب البلد وقاعد لحالك كده هنا؟ دي بلد يقعدوا فيها يا عبد ولدي. بعد ما بيطلعوا من صلاه الظهر يجيبوا في سيره الناس يدن العصر يقوموا يصلوا من غير وضوء حتى. فقلت والله انا سايبها لهم وجاي في الجبل. انا تقعد بينك وبين ربك يا ولد، لا ليك دعوه باللي راح ولا اللي جه ولا تتكلمش عن الناس خالص. مش علي ده اللي هناك اللي لابس لي كسكته ونضاره؟ ايوه. عامل لي نفسه موظف بيشدد لي ولده ويجي لي على نص جرام. يا عم عبده جا ما قال السلام عليكم يا حاج طه. عمك علي ده وانا مش عارف انا لو شغال شغلانه زينا كان عامل ايه. السلام عليكم. اتفضل ده كمان ماسك لي السبحه راح يسرق برسيم. راح يسرق برسيم ده. والله؟ ايوه كل يوم كده تلاقي دقيقه ولا معاه زرعه ولا معاه اي حاجه مكيف. هتلاقي 10 دقائق هتلاقيه جايب باب برسيم. بس يا عبد ولدي الدنيا بقت استغفر الله العظيم. يا راجل بتتكلم علينا صح؟ انت قصدك على مين يا عمي؟ علي انا يا عم سايبين ما تجيش تقول يا شر اشتاط بقيت منزل البوم جديد لما بتكلم عليها. انت بتتكلم علينا مفيش حد غني في الشارع معدي. 1000 واحد عدى يا اخي انت ما شفتوش. ذمتك ودينك بيتكلم عليا ولا لا؟ قول يا عبد قول له الحق يا عبد. والله من اول ما قعدت معاه وهو جايب غير في سيره خلق الله. لا اله الا الله لا اله شوف. الا الله. وانت دلوقتي عندي زينه يعني انت فتني الفتنه شد من قتل يا عبد ولدي. انت والله صيامك باطل وقاعد تاكل ما تقعدش مع الراجل ده. والله هديلك صيامك يلا بينا. السجن ولا الكلب والله. انا غلطان اللي قاعد معاك.